السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا زي ما اتعودنا مع بعض هنعمل النهاردة أكلة بدون زيوت وأكلة صحية ومفيدة ومغذية. وبعدين بتوع الدايت بتوع بقى عايزين إنقاص الوزن بتوع الأكلات الخفيفة يجولي بسرعة. ويلا مع بعض هنبتدي نشوف هنعمل القرنبيط ده ازاي. أنا غسلتها كويس وبدأت قطعتها بالسكينة الوردات كده. طبعا لو في حاجة فلتت منك قطع صغيرة اتفكت ما يهمكيش. كل دوت احنا ما يفرقش معانا، تقطعي حتة صغيرة تقطعي حتة كبيرة، كله هناخده ونسلقه. المية دي طبعا سبتها ما غلت وحطيت فيها القرنبيط الوردات بتاعتنا. وبيبقى فيها طبعا جزء كده من الساق يعني الصغيرة او الفرع دوت، وعليهم معلقة كمون كبيرة. بسيبها بقى اما تغلى يعني 10 دقايق ولا حاجة. ونبتدي نطلعها من المية، ما تسيبهاش لما تستوى وتتهرى، ويعني تبقى كده وسط ما بين الاتنين. بعد كده بطلعها بقى في المصفى واسيبها تبرد. ونشوف بعد كده الخطوة اللي بعدها. طبعا انتي لو يا ريت كده لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي له مشاركة وتعملي لنا تعليق حلو عشان تشجعينا. وطبعا كل ده عشان يوصلك كل جديد مننا. فعلي الجرس. انا خلاص سلقت اهو. وزي ما انتم شايفين كده انا حسيت ان الكمية كده كبيرة، لاني لسه هضيف اضافات عليها، فحبيت اقسمها بقى واقول ايه خليها كده وجبتين يا جماعة نوفر. لان فعلا لما هتعملي الاضافات هتعمل لك صينية حلوة والباقي نعمله الوجبة تانية. فانا شلت كده جزء منها يعني يعمل لي صينية كمان. بس بختار طبعا الوردات السليمة زي ما هي كده، وابتدي احفظها معايا في التلاجة. طبعا تقفلي كويس على الكيس بحيث ما يبقاش فيه اي هوا. تمام كده اهوت. وابتدي احطه في الفريزر خلاص عشان وقت ما اعوزه الاقيه اعمله وجبة تانية تطلعيه قبلها بفترة وهيفك. تبتدي بقى ايه تكملي الطريقة بتاعتنا. خلاص انا كده برد. هبتدي بقى افضيه في الاناء اللي انا هشتغل فيه. وعن طريق الهاند بلندر هبتدي اهرسه كله كويس قوي. انتي بقى لو ما عندكيش هاند بلندر ممكن تعمليه في الكبة او حاجة بحيث ان هو يتهرس كلها زي ما انت شايفة كده. هاخد الكمية كلها اهرسها كويس جدا. انا عايزاها كده تبقى عاملة زي يعني مهروسة تماما، يعني مش عايزة اي اجزاء سليمة خالص. بعد كده خلاص هخلص الكمية كلها وابتدي اعمل بقى الاضافات اللي انا هشتغل بيها على الصينية بتاعتي. هنشوف بقى ايه الحاجات اللي هنضيفها. اول حاجة عندنا هنجيب بيضتين وهقلب كويس. طبعا البيضتين دول محطوط عليهم فلفل اسود يعني ذرة كده فلفل اسود. وابتدي اقلبهم كويس. هنا بقى معانا البهارات بتاعتنا كمون، ومعانا البهارات اللي هو معلقتين نشا معلقة دقيق وعليهم معلقة كزبرة ناشفة. وهنقلب بقى كويس لما يختلطوا كلهم مع بعض. زي ما انت شايفة كده اللون بقى بتاع البيض بدأ يختفي وكل الكمية أخدت الطعم اللي احنا أو الشكل اللي احنا عايزينه. بعد ما قلبناها كويس هبتدي بقى أشوف هعمل فيها ايه تاني. يلا بينا كده نضيف الإضافات المهمة المغذية. أنا هنا بشرة جزر وبشرة بقدونس وكزبرة خضراء ومعانا شبت اي خضرة عندك حطي. وهنا الجزر طبعا كل ده هيزود من قيمته الغذائية مع البيض. الحكاية دي حلوة جدا لولادنا اللي بيهربوا من اكل الخضروات والحاجات دي، احنا كده هنأكلهم اجباري. وفي نفس الوقت هي وجبة خفيفة جدا تنفع فطار غدا عشاء اي حاجة بقى جنب الغدا. هي عايزين ناكل اكلة عيش. يعني بصراحة هي وجبة غذائية متكاملة تماما فيها البروتينات بقى والفيتامينات كلها هتلاقيها مع طعم القرنبيط طبعا الحلو الجميل. احنا هنعجنهم في بعض كلهم كويس قوي. زي ما انت شايفة كده الخليط كله بقى متجانس مع بعضه. قلب كويس وبتجيب بعد كده معايا
طبعا احنا هنا ما قلناش الملح، فانا لازم اكون ضفت الملح. انا حطيته برضو كنت نسيته. ضفت الملح اللي انا عايزاه. الصينيه بقى اللي انت هتشتغلي فيها، ادينيها بس كده بالزيت، طبقه خفيفه او اي ماده دهنيه انت بتحبيها. وممكن بقى في طريقتين اللي هي عملهم، ممكن ان انت تعمليه كده زي القراص كده، وتعمليه في الزيت، تقليه زي كده الطعمية او الفلافل. ده عادي اللي بيحبوا ياكلوا في الحاجات المحمرة وكده، اوكي. لو انا بقى بحب طبعا اللي من غير زيوت، فانا بقى هعملها بالطريقة التانية، اللي هي هاخدها احطها بقى في الصينية، وهبتدي احطها في الفرن احمرها. طبعا انا بحطها في اول رف تحت شوية كده، يعني 5 كده، احس ان هي بدأت يعني تاخد من تحت تحميرة خفيفة قوي. لازم تبقي مخلية بالك خصوصا لما بتبقي حطاها تحت، لحسن تتحرق منك. بعد كده بقوم رافعاها بقى عشان تاخد التحميرة. بس قبل ما اعمل كل ده وقبل ما ادخلها الفرن، في بقى اضافات عايزين نضيفها هتدينا برضو الشكل بقى الجميل والحاجات اللي الولاد بيحبوها. فانت هنا ممكن تضيفي على الوش زي ما انت شايفة كده، انا اديتها كده تلميعة خفيفة من الزيت او السمنة او اي حاجة انت بتحبي، اي مادة دهنية بتحبي طعمها حطيها على خفيف كده، تدي لمعة وهتساعد على التحمير كويس للوش. كمان برضو ممكن ان احنا هنيجي نجيب جبنة بقى التركي، في اللي هي بتتباع متقطعة كده، او انتي قطعيها ما بتفرقش معانا. بعد ما سويتها كويس هبتدي اضيف عليها بقى الجبنة الرومي، وعليها شوية خضرة برضو، بقدونس وحاجات من دي، برشها على الوش. وادخلها الفرن، وكده الصينية بتبقى استوت وحمرت وشها على خفيف. ومع فيديو تاني ان شاء الله انتظرونا، اكلات صحية ومفيدة. السلام عليكم.